وده كان رد فعلي لما شفت حجم الاكل والسندوتشات اللي بتنزل. عشان كده ما ترددتش ثانيه واحده ان انا اخش المطبخ واشوف الناس دي بتعمل ايه. دخلت ولقيت احجام مهوله من السندوتشات غرقانه في الصوصات بتاعتها. جريت بسرعه على المنيو وطلبت الاوردر اللي انتوا شايفينه ده، والاكل احجامه تاكل عمالقه مش ناس عاديه. واول حاجه دخلت عليها فينجرز فرايد تشيكن، والتتبيله بتاعتها كانت جامده قوي بس كان ناقصها شويه ملح. ودخلت على اللي بعده وده كان اسمه كرانش ستور، وده عباره عن قطع تشيكن صدور وخيار مخلل وخس واللازم منه. وده البيس برجر، وده كنت اكاد ابكي من فرط اللذه. ودخلت معركه عنيفه مع الكوردن دوج، وبصراحه كل الصوصات كانت جامده بس كان احلى طعم فيهم صوص الجبنه. وشدت الموتزاريلا ستيك كانت بتتشد وشدت قلبي معاها. وده كان موهيتو فراوله، صراحه كان حلو قوي بس طعمه كان قالب على شربات. وده اسمه موهيتو بلو كراساو، ممكن نقول عليه ليمون بالنعناع عادي. ده كان طعمه فعلا تحفه. وده موهيتو بلو بيري، كان تقيل شويه بس بصراحه انا اتكيف وانا كروش اتدلعت. تفاصيل المكان ده مش بس شدتني، دي خطفت قلبي. والمكان اسمه ذا كيوف سابا باشا، من اجمل الاماكن المستخبيه واللي اكتشفتها بالصدفه، واللي اول ما هتدخلها هتحس بسلام نفسي ما حسيتوش قبل كده. كميه الرسومات اللي على الحيطه واللوحات اللي مرسومه هتحس ان صاحب المكان جاب رسام بدرجه فنان يشطب له المكان ده، لدرجه ان كل كورنر في المكان ده ينفع باك جراوند جامده قوي للتصوير. ده حتى الحمام يا اخي ما نساهوش. الناس اللي بتعشق التفاصيل زي حالاتي كده هيعجبهم الفيديو ده قوي. وده لاني اكتر حاجه بهتم بيها في اي مكان بروحه هي التفاصيل، والاضاءه والالوان المختاره للمكان تبعث بالضحكه والبهجه. عنوان المكان بالتفصيل في الفيديو، وقولوا لي لو رحتوا هناك ايه رايكم في المكان وطلبتوا ايه هناك. ويا سلام.